ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البطاطس المحشية لحمة مفرومة بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هبدأ بيها هي تعصيج اللحمة بتاعتي. انا هنا بجيب بصلاية وبضربها في الكبة بتاعتي زي ما انتم شايفين. انا هنا بعصج اللحمة بتاعتي وهي متجمدة، مش بستنى لما تفك ولا حاجة. بجيب طاسة وبحط فيها معلقة من الزبدة وهبدأ اضيف البصل بتاعي. انا هنا بحط عليه رشة فلفل اسود، رشة بهارات بتغير ريحة البصل وبتخليه ريحته حلوة جدا. اول ما البصل يدبل بس لونه يغير هبدأ احط اللحمة بتاعتي وهي متجمدة، بس بوطي النار خالص عشان اللحمة تفك براحتها، وبغطي اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا. وكل 5 دقايق تقريبا ببص عليها بشوف هي اتفككت قد ايه، بس لسه النار واطية زي ما احنا اهي بدأت تفك معايا زي ما انتوا شايفين. ما بتاخدش وقت خالص. بغطيها تاني كده خلاص اتفككت خالص زي ما انتوا شايفين. ببدأ بقى اعلي النار معايا عشان المية بتاعتها تنشف، وهضيف البهارات بتاعتي. بحط ملح، بحط فلفل اسود، بحط 7 بهارات، بحط رشة بسيطة خالص من الحبهان. وكده بتكون اللحمة بتاعتي جاهزة. انا هنا بجيب البطاطس بتاعتي، بجيب بطاطس صغيرة خالص بقطعها من تحت زي ما انتوا شايفين عشان اعمل قاعدة للبطاطس عشان ينفع تقف في الصينية بتاعتي. بستخدم هنا المقوار بتاع الكوسة عشان اقور بيه البطاطس من جوه زي ما انتوا شايفين. بيسهل عليا جدا تقوير البطاطس. انا هنا بعيد تاني عشان تشوفوا معايا. وبعد كده بحمر البطاطس بتاعتي وهبدأ اشوف هنعمل ايه مع بعض. هنبدأ نعمل الصوص بتاع البطاطس. انا هنا رصيتها في الصينية زي ما انتوا شايفين بتاعتي. هحط اللحمة المفرومة وهحط عليها صلصة. انا هنا الصلصة دي عاملاها في البيت، طماطم عادي في الخلاط وبسيبها تتسبك. وهضيف معلقة من عجون الطماطم، بيعزز اللون وبيخلي لونها حلو زي ما انتوا شايفين. بضيف ملح، فلفل اسود، شطة، كمون، دي التوابل اللي بستخدمها. هبدأ احط الصوص بتاعي في الطاجن زي ما انتوا شايفين كده من تحت. هبدأ ارصص البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا. وبعد كده هحشيها باللحمة المفرومة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وبحط البطاطس المتقطعة من فوق على الوش بعد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. وبعدين بحط برضو صوص على الوش. انا هنا بعمل البطاطس بتاعتي على البوتاجاز من فوق، مش بعملها في الفرن. تاخد حوالي ربع ساعة من تلت ساعة، وده بيكون شكلها النهائي وبألف هنا.